مشاكل الاخرى مشاكل الرشوه في وديس تقدر تعطي فيه 10 تو 100. كربونات دو كالسيوم اللي قعد 15 يوم في الراد جي بيردو 300 مليون دو شيفر دافير. تو هذا علاش السطام تخسر في المليارات على الشيء هكا تو الارضيه كيما جي نقدموا شويه خلينا نبعدوا على هذولا باش كي نجي نحكي على راحتي فهمت. كل وزير يجي يحكي يقول وين باش ندعم السطام ما يصيرش ما يصيرش. بورترادس التجاري هو قلب اقتصاد البلاد. في عام 2012 استقبل البورت 23% من الحجم الجملي للبضائع و76% من العدد الجملي متاع لي كونتينر و80% من العدد الجملي للكادرات عبر المواني التجارية. البورد اللي توصل مساحته 50 هكتار تقريباً يهم التوانسة الكل، رجال أعمال، فلاحة، تجار وبقية الفئات الاجتماعية والمهنية. أقل مشكلة صغيرة تصير فيه عندها تأثير سلبي على التوانسة الكل في كامل تراب البلاد. في التحقيق متاعنا حاولنا نكتشفوا البورد من الداخل، هالمجتمع الصغير المسكر على روحه كيفاش يخدم، شنية الأطراف المتداخلة فيه، شنية مشاكله، وشنية حقيقة الكلامات على الفساد، الرشوة والتدخلات اللي يحكيوا فيها برشا توانسة فيما يخص بورترادس. وعلى خاطره مجتمع مسكر على روحه ما كانش من الساهل باش ندخلوا فيه ونكتشفوا تفاصيله. أول المتضررين من البورد هما رجال الأعمال. فريال الكريفي سيدة أعمال تسير في شركة عائلية مختصة في إنتاج الحبوب البلاستيكية توا قرابة 12 عام. الحبوب هذه يتم إنتاجها كمواد أولية لمنتوجات أخرى كما صناعة الأسلاك الإلكترونية. فريال الكريفي عندها مشكلة كبيرة وشبه يومية مع بورترادس، وكان قلبها معبي برشا على الخدمات السيئة متاع البورد. والله حضرت لكم زوز أمثلة. مثلا دو ماتيير بروميير جبناهم ليامات. واحدة منهم مالوغوزمون تو ما وصلتش. مثلا on a importé du carbonate de calcium de Grèce. D'accord. الكربونات دو كالسيوم هذا قعد في الراد 15 يوم. جي سورتي دايوغ لي كومون سابيل لي تراكينغ دي كونتينر اللي جبناهم. كل شيء واضح. قعد في الراد وصل لتونس في بورترادس le 24/4. Quand est-ce qu'il a commencé à décharger? Le 9 mai. Donc قعد 15 يوم في الراد البابور هذا. وبالطبيعة هذا الكل أثر على عمل الشركة اللي بقات واقفة لمدة 10 أيام كاملة. Ça c'est de la résine, c'est notre matière première numéro 1. الريزين هذه تجي من أمريكا. أنا عديت الكماندة le 5 février. D'accord. إلى حد الآن سلعتني ما وصلتش. وباش توصل prévu قالوا لي vers le 29 mai. دونك باش تقعد 15 يوم في الراد. تعطيلات كبيرة تتحمل مسؤوليتها الأطراف الكل في بورترادس، ويمشي ضحيتها في جميع الحالات رجال الأعمال. كربونات دو كالسيوم اللي قعد 15 يوم في الراد جي بيردو 300 مليون دو شيفر دافير. فريال
لقات حل جزئي لمشكلتها مع بورترادس باش تتفادى الخسارة. اون دوموندي ديجا، قلنا لهم ما عادش تبعثوا لنا سلعه على بنزرت، جيبوا على رادس يا ربي، جيبوا لنا على بنزرت. بون لا سا فونكسيون. بون ايفيكتيفمون برد بنزرت في صافي 3 أيام توصلنا سلعتنا ولا با بروبليم. حل مشاو فيه برشا شركات ومعامل باش يسهلوا خدمتهم، أما بالطبيعة باش تتكلف أكثر فلوس. وإحنا هكاكا فريال جاها تليفون يحكي لها على مشكلة جديدة. المشكلة المادية فقط لكنا وفي دي ليفريزون دي ميسيون تمبورير، تو قالوا باش تبعثوا البنزرت يلزم بالاسكورت. عندنا مشكل يمانك فيزيبلومون comment s'appelle d'inspecteurs au niveau de la douane. Donc نقعدوا نصبروا حتى لين يلقاو لنا حل باش يجي لي بلون. ومش فريال الكريفي أكاهو كان عندها مشكلة مع الأطراف المتداخلة في بورترادس. طلعت الحكاية ظاهرة كبيرة تضرر منها برشا رجال أعمال. محمد علي الزوالي رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بن عروس هو زاد عنده برشا تشكيات من البورت. قال لنا اللي بورترادس من قبل الثورة فيه برشا شكايات، أما كثرت بعد الثورة. يعني اليوم نجم نقولوا انه 90% من المشاكل الموجوده في بورترادس وخاصه اللي جات بعد الثوره جايه من الشركه التونسيه شحن وتصريف ستام. يمكن ستام انا بالطبيعه مانيش باش نعرف الكوزين انترن نتاعهم، مي نجم نقول انه ستام يمكن ضحيه الانتدابات اللي صارت من بعد الثوره. محمد علي يرى في ستام المشكله الكبيره اللي تسبت في تكديس السلعه نتاع رجال الاعمال في البورت. يقولوا مثلا اليوم يلزم في ساعه من زمان الشركه اللي متكلفه بالتفريغ كيما ستام في الكام تاعنا احنا تفرغ 4 كونتينر باور 4 حاويات في الساعه. اليوم هذا الموجود في تونس. بينما لو كنا نشوفوا في بلدان اخرى نقارنوها ما نقولوش اوروبا نقولوا المغرب برك اللي هي معجمنا توصل 4 مرات اضعاف. 80% من تجهيزات ستام ماهيش قاعده تخدم، هذا ما اكده لنا رئيس اتحاد الصناعه في بن عروس. هذا تقريبا من 2 ولا من 3 الاطراف هذه الكل لي امبورتاتور ولا لي اكسبورتاتور ولا لي ترانزيتور ولا لي ترانسبورتور قاعدين متقلقين من الوضعيه نتاع البورت. رجال الاعمال يتشكاو يوميا من سوء خدمات البورت. اليوم السلعه ما توصل للمجازان نتاع الكليون والا ما توصل حتى للمجازان نتاع البورت مجازان كال والا الميناء كان بعد فتره انتظار كبيره برشا. الرشوه كانت حل من الحلول اللي سهلت لبعض رجال الاعمال باش يخرجوا سلعتهم. هذا اللي حكاوه لنا بعض عمال شركه الشحن والترصيف واكده لنا محمد علي الزوالي. انه عندك فيزيتا على كونتينر باش تجرب كونتينر على كونتينر يعني تمد كالرشوه هذيك ولا الواحد هذاك باش الامور تسرع اكثر. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عملت في المدة الأخيرة دراسة على بورترادس حكيت فيها على مشاكل البورت، وخاصة قارنت بينه وبين موانئ أخرى متواجدة في البحر الأبيض المتوسط. طارق الشريف رئيس المنظمة يشتغل هو بيده في مجال التصدير والتوريد، والمنظمة اللي تأسست في عام 2011 واللي هدفها الدفاع عن المؤسسات الاقتصادية اللي تحترم القوانين وتحترم خدمتها، تشكي هي زادة من خدمات البورت. طارق الشريف أحكي لنا على الخسارة الكبيرة اللي تتحملها تونس في جرة التأخير الكبير في شحن السلعة. تونس خلصت تقريبا 80 مليون يورو للخارج. الخطايا نتاع شنو؟ نتاع السوريستاري. فما شكون باش يقول لك هاو نقصنا منهم السوريستاري، تعرف علاش نقصنا منهم؟ خاطر الروتاسيون نتاع البابر على تونس قاعدين ينقصوا. فما شركات ما عادش يحبوا يجيو لتونس. علاش؟ خاطر ما يحبش البابور نتاعو يقعد يستنى. وباعتبار الشريف يمثل مجموعة من رجال الأعمال اقترح لو الدولة تعطي فرصة لشركات الشحن باش تتواجد في بورترادس. ومهمة الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام اللي متحصلة على لزمة استغلال بورترادس هي تأمين عمليات شحن وتفريغ السلعة في البابورات والحراسة وتسليم السلعة لأصحابها. والمنافسة بين شركات الشحن في بورترادس بالطبيعة ما تساعدش ستام، خاصة الخدام اللي شادين صحيح باش شركتهم تبقى المتصرف الوحيد في كل عمليات الشحن والترصيف بالبورد. نعطيو الإمكانية باش شركات نتاع الشحن ما تكونش واحدة برك، مع الأسف فما واحدة برك
في العالم كامل اليوم ما تلقاش ابراج تلقى فيهم شركه واحده، لازم 2 3. هذيك هي لا كومبيتيسيون. وباش نعرفوا بالباهي حقيقة المشاكل والأسباب نتاعها كان لازم علينا ندخلوا البورترادس ونكتشفوا هالعالم الغريب. حاجة ماهيش سهلة بالكل، خلتنا نعديو برشا أيامات وإحنا نجريو ورا التراخيص من إدارة لإدارة. وباعتبارنا أول قناة تلفزية تعمل تحقيق معمق على البورترادس من الداخل، ما كانتش الأمور تمشي بالسهولة اللازمة. في النهارين اللي رخصونا فيهم للتصوير كان يراقب فينا عون من شرطة الحدود، كان يتابع فيه تحركاتنا لحظة بلحظة. ورغم الظروف الصعيبة الكل تمكنا باش نتعرفوا على بعض مشاكل البرد. سالم اللي يخدم في الشركة التونسية للشحن والترصيف عنده 20 عام عاونا باش نتعرفوا على الخلالات والنقائص الموجودة. أول مشكلة ركز عليها سالم هي الأرضية السيئة والكياس في البرد. الأرضية ماهيش مخدومة على قاعدة، فهمت؟ الضر في الماتريال نتاع السطام، الماتريال نتاع السطام ماشي الضر من الأرضية، فهمت؟ الضر من الأرضية. علاش ديما السطام تتكبد خساره في الماتريال في الواحد من الارضيه؟ تو هذا علاش السطام تخسر في المليارات على الشيء هكا. تو الارضيه كيما اخسر الارضيه كيفاش؟ تو هذه نتاع كافالي باش تهز كونتينير. وفي رحلتنا وسط البرد ما نجمناش نتوسعوا في حديثنا على خاطر كنا مراقبين. اكيد حسب ما حكيت تو ما العارف. جي نقدموا شويه خلينا نبعدوا على هذولا باش كي نجي نحكي على راحتي، فهمت؟ سالم فسر لنا شويه كيفاش يتسرق الكونتينر واتهم الترانزيتير. الترانزيت ساعه تلقى ترانزيت باش يعمل فيزيتا ويخلي الكونتينر يخليها ما يعملهاش بلان. اللي هو عنده قصد بها باش ينجم يرجع لها من بعد تفتفها الله اعلم كيفاش القصد نتاعو. علاش ما يعملهاش بلان سيدي؟ انت كملت الفيزيتا نتاعك، علاش ما عملهاش بلان؟ قريب من المجازان متاعو ورانا سالم أمثلة من الحاجات اللي ماخذة مساحة في داخل البرد، هو ما يزيد يصعب عمليات الشحن. هذول باش يطلعوا كانوا جاو امبور باش يرجعوا اكسبور ويعاودوا يرجعوا امبور. علاش؟ مشكلته عنده غلطة صغيرة في الديوانة، قالوا له لا يا خويا لازم تمشي تصلحها. حصيله غلطة قال لك ما فيهاش معنى. قال لك أنا باش نخسر ما نعرفش 20 مليون ولا 30 مليون، قال لك علاه ما تصلحش لنا. خدمتي أنا مثلا هذولا يهبطوا امبور، يجيني لوفيس دي بور يقول لي لا ممنوع باش تهبطهم، سلعة قديمة ممنوع، البور تتعبى. شنو نعمل؟ ساعات يجي يهبطها الكليون ويمشي ويخليها. السيد هذا تلقى مثلا ما نعرفش مواطن عادي مزمر عايش في فرنسا ولا وين، تلقاه اموره تعب ولا حاجه يجيب لك ماكينه كيما تو هذه ضربه عامين مطيش، مازال ما سواش وضعيته في الديوانه. نهاية اللقاء ما كانتش متوقعة ومريحة، جاو مجموعة من زملائه باش يمنعوه يكمل حديثه معنا. اي الديوانه قلت لك هي اللي تحكم في البرد. تو مثلا كما قلت انت مثلا السطام لا لازم خليه يصوروا صورتهم دورتهم زملائي هذايا في الاكسبور اسمهم بركمهم تاع الديوانه برا وين ما حبوش يحلوا المجازان الديوانه. وانت معناها عندك ما تحكي انت اقوى من الديوانه زعما في البورترات. ما حبوش حتى انت انا ديوانه عرفهم قال مليح الكوماندو قال مليح معروفات فما اداره وفما معروفات توجي تحكي يا سالم معناها خويا احكي في نطاق. هي في نطاق يعني خويا هي في نطاق وفما ناس اقوى مني في البورت يعرفوا باش نشوفوا شكون الشاب ديك كان يزيد جا حاتم عبيريك ومشى هات اعطيني نمرو هات وين جا هاو كلموا خويا تو يزيد يجيبوا.